الراجل ده عايش في امريكا بقاله 6 شهور ومستواه وصل لبي 1. كان عمل معايا انترفيو قبل كده وكان واخد مستوى بي 1. تعال نشوف في الفيديو دوت ازاي يطلع لبي 2 بسرعه جدا وايه الاخطاء اللي عنده علشان انت كمان ما تعملهاش وانت بتتكلم. I traveled to America more than 2 years ago. طبعا اول خطا عنده هنا في الجرامر ان هو قال I traveled to the America. طبعا ما ينفعش تقول I traveled to the America، ممكن تقول I traveled to America او I traveled to the United States of America. دي او دي صح. Actually, I'm trying to improve my English skills through practicing with native speaker. اوكي، تاني خطأ هنا طبعا pronunciation ان هو قال through. طبعا خد بالك حرف الار مهم جدا جدا ويفرق كتير جدا عن حرف الر في العربي، فانت ما ينفعش تقول through، لازم تقول through practicing with native speakers. طبعا دي تعتبر اخطاء كبيره تخليك ان انت تنزل لبي 1. اللي انت ممكن تعمله عشان تطلع من بي 1 لبي 2 لو انت حاسس ان هو نفس مستواك. اولا لما يكون عندك مشكله في البرونانسيشن لازم تعالجها دايما بالتونج تويسترز. التونج تويسترز ان انت تجيب كلام شبه بعضيه كله متركب في جمله واحده وتقعد تقوله كتير 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 بنفس النطق الصح علشان تتعود على النطق الصحيح. او مثلا لو في كلمه معينه انت بتقولها غلط تماما، حاول ان انت مثلا تقولها كتير جدا بالنطق الصح لحد ما تتعود عليها. طبعا بالنسبه لمشكله الجرامر دي يقدر يعالجها لما يعمل ريدنج كتير جدا ويبدا ان هو يتكلم مع native speakers على ابلكيشن هالو توك او لينكبي. وطبعا عشان انت كمان عايز تحدد مستواك في الانجليزي فهستنى ان انت تعمل لي فولو وتكتب كومنت دلوقتي حالا على الفيديو دوت انت بتتمرن انجليزي ازاي ومستواك ايه ونعمل انترفيو.